عربيات مستعمله من ال 500,000 لل 700,000 جنيه، وممكن نهزها شويه ل 750 780,000 جنيه، لان كل يوم الاسعار في الطالع. انت في الرينج ده طبعا عاوز تسمع البي ام دبليو الاف سيرت ال 335 وال 340، المرسيدس الاي 300 الاي ام جي، السي 180 الكوبيه. عاوز تسمعني بقول لك الكلام ده، بس الكلام ده مش هيحصل، انت هتفضل برضو اليومين دول تسمع عنه بس. النهارده الرينج ده يجيب لك ايه بقى يا حبيبي؟ السول 2017، السيراتو من 2016 ل 2019، السبورتاج الشكل القديم من 2012 ل 2016، الفيات تيبو ال 2020 وال 2021، الستروين السي 3 اير كروس ال 2021، البيجو 508 ال 2015 لحد ال 2017، البيجو 301 ام موتور صوت عالي قوي دي من 2020 ل 2021، الالنترا الاي دي حبيبه الملايين هتجيبها في الرينج ده من 2017 ل 2020، الاي اكس 35 والعربيه دي محترمه جدا من 2013 ل 2016، الكريتا اللي ما تفهمش هم عملوها ليه من 2016 ل 2021. نخش بقى على الماتسوبيشي اكليبس ام شكل وحش قوي من 2018 ل 2021، المازدا 3 من ال 2017 لل 2021 اللي هي الشكل الجديد. عندك الاوبل استرا ال 2019 لحد 21، والعربيه دي اسرع عربيه في جمهوريه مصر العالميه بتجيب مكنه، وحصل مشكله كبيره جدا في التوكيل بسبب العربيه دي، وتقريبا وقفوا انتاجها. يعني وانت بتجيب الاسرا 19 او ال 21 المكنه التربو، انصحك بلاش، وافتكر ان انا قلت لك بلاش. الانسيجنيا ال 2015 لل 2017. نخش بقى على الرينوهات، الرينو الميجان ال 2020، الداستر من 19 ل 22، والكادجار من 17 ل 18، السوزوكي سياز والتويوتا البلتا الاثنين نفس العربيه، هي في الاساس سوزوكي سياز، وعطلت فتره كبيره ونازله من فتره كبيره وما كانش عليها اقبال. راحت تويوتا اخده العربيه، حاطه بادجاتها على العربيه وش وظهر وعطره وعلى غطا الموتور، وراحت مزوداها جانت ومزوداها فوانيس للدات، بقت العربيه تويوتا بلتا وبقت مبيعاتها ضرب من الخيال. انما هي كعربيه سواء جبتها سياز سواء جبتها تويوتا هما الاثنين نفس العربيه. الكورولا من 2014 ل 2017. عندك الابيزا من 2019 ل 2021، الليون من 2018 ل 2020، الاوكتافيا الاي 8 من 2014 ل 2017. وكان نفسي اتكلم عن الفولكس يا جماعه عشان جماعه الفولكس ما يزعلوش. جيت ادور على اسعار الفولكس لقيت واحد منزل باسات 2008 منزلها ب 580,000 جنيه. رجعت عن الفكره لان اسعار الباسات وصراحه اسعار الفولكس تايهه وانا مش عارف احدد لها سعر. فاللي يعرف اسعار الفولكس سواء باسات سواء جيتا سواء جولف يكتب لنا بقى في الكومنتات ايه ويساعد معانا شويه. وبعدين يا جدعان انا بقول لكم رينج اسعار، ممكن تلاقي اقل وممكن تلاقي ازيد، لان السوق اساسا مش مستقر وكل يوم العربيات بتزيد بال 50 وال 100,000 جنيه. فعادي يعني عدوا الدنيا وخليكم سهلين كده مع بعض.